حكاية فيلمنا بتبدأ مع مجموعة من القساوسة موجودين في مكان لمصاصين الدماء اسمه سولا ميرا. لكن قائد القساوسة بيكتشف ان ده كمين معمول من مصاصين الدماء وبيحاولوا ينسحبوا بسرعة، لكن مصاصين الدماء بتسحب واحد من الكهنة وبيحاول قائد القساوسة ان هو ينقذه، وبيشوفه وهو بيتشد قدام عينيه وبيصرخ. وبعدها على طول بنعرف قصة الحرب ما بين البشر ومصاصين الدماء من الأول. الحرب ما بينهم والبشر كانوا بيستغلوا الشمس، لكن مصاصين الدماء كانوا أسرع وأقوى منهم، وكانوا دايما بيكسبوا البشر في كل الحروب. البشر خافوا من الانقراض وابتدى ينسحبوا جوه المدن المشهورة بالأسوار العالية وتحت حكم الكنيسة. وبعدها ابتدى كهنة الكنيسة بتدريب مجموعة من القساوسة على محاربة مصاصين الدماء، وكانوا أقوياء جدا ومدربين على كل أنواع القتال. بالفعل بدأ القساوسة في محاربة مصاصين الدماء وقدروا كمان يكسبوهم، واللي اتبقى منهم حجزوهم في محتجزات تحت حراسة مشددة. بعدها قرروا ان القساوسة يعيشوا في المدن زي باقي الناس، لكن كانوا منبوذين ومحدش راضي يتعامل معاهم او يشغلهم. وبعدها بسنين طويلة بنروح لواحد اسمه اوين بيتكلم مع مراته شانون عن مستوى الاشعاع في الارض وانهم اخيرا ممكن يزرعوها. وبتدخل عليهم بنتهم لوسي، واللي بيعرف انها كانت في المدينة وبيبتدي ان هو يعاتبها عشان راحت من وراه. وهم بياكلوا بيحسوا بزلزال جامد وكل حاجة حواليهم بتتهز. أول بيبص من الشباك بيتفاجئ بعدد كبير من مصاصين الدماء جايين يهجموا عليهم، وبيقفل على طول البيت عليهم وبيروح يجيب سلاح. وبتفتح شالون سرداب تحت البيت وبتنزل لوسي عشان تستخبى فيه، وبتنبه عليها انها ما تعملش اي صوت مهما حصل. وبتسمع لوسي صوت صراخ امها ومحاولات ابوها في قتل مصاصين الدماء، ومش قادرة تطلع صوته، بتعرف انهم اتقتلوا. وفجأة بيتفتح باب السرداب وواحد من مصاصين الدماء بياخدها معاهم. وبعدها بنروح لقائد القساوسة وهو بيتمشى في المدينة والناس بتتجنبه، وبيروح بعدها المكان بيتصل فيه براجل دين من الكنيسة بيشتكي له ان هو بيحلم بكوابيس بقاله فترة كبيرة عن زميله اتش اللي ما قدرش انه ينقذه زمان في سولا ميرا. وبيقول له راجل الدين دي كوابيس من الشيطان ولازم يتمسك بالدين وما يركزش في اي كوابيس. وبعدها بيمشي وبيلاحظ ان في حد بيراقبه وبيهجم القصة عليه وبيقول له ان هو ضابط شرطة واسمه هيكس، وان اخوه تعرض لهجوم من مصاصين الدماء لكن لسه عايش بين الحياة والموت. ومراته شانون ماتت وبنتهم لوسي اتخطفت منهم، وبيقول له ان لوسي تبقى حبيبته وكانت بتيجي المدينة عشان يتقابلوا، وانها دايما كانت بتحكي له عن عمها البطل اللي كان بطل حرب في الحروب ما بين البشر وبصاصين الدماء، وهو مش هيسيبها وهيروح يدور عليها عشان لو عايز ينضم ليه. بعدها بيروح القس للكنيسة للمجلس الأعلى اللي بيحكم المدينة، وبيقول لهم إن مصاصين الدماء هجموا على أخوه وأسرته وبيطلب الدعم منهم، وبيطلب الإذن عشان يروح ينقذ بنت أخوه. لكن قائد المجلس بيقول له مفيش حالات هروب لمصاصين الدماء من المحتجزات اصلا، واكيد اللي هجموا على اخوه قطاع طرق. وبيرفض رئيس المجلس خروجه من المدينة تحت اي ظرف، بيضطر القس ان هو يوافق غصب عنه. وبعدها بنروح للوسي اللي بنلاقيها انها محبوسة في قفص جوه قطر، واللي بتتكلم مع قائد مصاصين الدماء وبتترجاه يخرجها، لكن قال لها ان هو حاططها في قفص مخصوص عشان يحميها من الموت. وبتقول له ان عمها قس وبطل حرب واكيد هيدور عليها، بيقول لها هو اصلا مستنيه ومعتمد على كده. بعدها بنرجع للقصة قاعد مع واحد صاحبه من المجلس وبيقول له هو هيخالف اوامر الكنيسة وهيخرج من المدينة، وبنلاقي ان في حراس جايين عشان يقبضوا عليه، وبيقوم القس وبيقتلهم كلهم بمهارة عالية جدا. وبعدها بياخد القس الموتوسيكل بتاعه وبيتحرك بأقصى سرعة لبيت أخوه عشان يدور على أي أثر أو دليل. بعدها بيلاقي هيكس واقف وراه وبياخده على المكان اللي فيه أخوه. وأول ما بيوصلوا بيلاقوا راجل دجال بيحاول إن هو يبيع مية للناس عشان تحميهم من مصاصين الدماء. فبيتدخل هيكس وبيطرد الدجال وبيحاول يطمن الناس ويقول لهم مفيش مصاصين دماء أصلا وهم محتجزين كلهم في السجون. الدجال بيشوف القس وبيخاف وبيمشي بسرعة. وبعدها بيروح القس لبيت هيكس وبيقابل اخوه ايوين اللي بين الحياة والموت، وبيعتذر له انه ما قدرش ينقذ حبيبته شانون، واللي بنعرف ان القس كان بيحبها جدا قبل الحرب، واوين كان بيحميها كل الفترة دي وكان مستني عودته، وطلب منه ان هو ينقذ لوسي ويقتل مصاصين الدماء. وبعدها بيموت. وبنلاقي القس بيبتدي ان هو يحفر صليب على الطلقات النارية عشان يخليها اقوى، وبيرفض ياخد هيكس معاه، لكن هيكس بيقنعه انه عنده مهارة في استخدام السكاكين، وبيقول له القس ان الطلقات دي ليه هو اساسا عشان هو مش بيستخدم الطلقات. وبنرجع للمدينة والمجلس الأعلى بيستدعي باقي القساوسة وبيطلب منهم يروحوا يرجعوا قائد القساوسة لأنه عصى أوامر الكنيسة، وعلى طول بيخرجوا من المدينة بأقصى سرعة عشان يدوروا عليه.
وبنرجع لقائد القساوسة اللي بيروح يدفن اخوه، وبعدها بيروح مع هيكس على البيت اللي اتهجم عليهم فيه، وبيشوف اثار مصاصين الدماء بتودي لفين. لكن استغرب جدا لما لقى اثار رجل بشري معاهم، وبيقول لهيكس ان ده غريب عشان مصاصين الدماء مش بياخدوا معاهم اي متحولين، وبيعرف ان الاثار دي بتودي على محتجز قريب منهم، وعلى طول بيتحركوا عليه بسرعة. لكن المحتجز ده ما كانش فيه غير المنبوذين والمتحولين اللي بيروحوا لمصاصين الدماء بإرادتهم عشان يعضوهم ويعيشوا في حمايتهم، وبيدخلوا للمحتجز. وبيسأل هيكس واحد من المتحولين عن لوسي، لكن قال له ان محدش بيجي هنا وهما بيحبوا الهدوء. بيكمل القصة وهيكس البحث في المحتجز، وبينزلوا النفق تحت الأرض، لقوا واحد متحول غريب، عرفوا انهم قتلوا الحراس. وفجأة بتظهر مجموعة من المتحولين وبيهجموا على هيكس، واللي بيقدر انه يقتل واحد منهم، وبيطلع يجري بره النفق بسرعة، وبيطلع مسدسه عشان يبتدي يقتلهم. لكن بيوصل القس وبيقول له وفر الرصاص بتاعك لحاجة أهم. وبيبدأ القس يقتل المتحولين واحد ورا التاني بمهارة عالية جدا، وبيفضل يعذب في قائدهم عشان يقوله على مكان لوسي. لكن فجأة الشمس بتغيب، وبيطلب القس من هيكس انه يجهز نفسه، وفعلا بيبتدي يظهر مصاصين الدماء وبيبدأوا في الهجوم عليهم. بيطلع القس مجموعة من الصلبان وبيحدفها عليهم، بيقدر يقتل عدد كبير منهم لحد ما واحد منهم بيهجم عليه، وبيهجم واحد تاني على هيكس اللي بيحاول يضرب عليه نار. لكن بسبب سرعة مصاصين الدماء بيقدر ان هو يوصل لهيكس الاول، وبيساعده القس وبيقتله. اخر واحد منهم قدر ان هو يهرب، وبيمسك القس قائد المتحولين وبيسأله عن مكان لوسي. بيقولوا انهم خدوها ناحية الغرب عشان في حاجة كبيرة هتحصل، لكن بيرجع مصاص الدماء وبيقتله قبل ما يكمل كلامه، وبيهجم على القس لكن القس بيقتله. وبيبص على الخريطة وبيعرف ان الغرب بيودي على مكان اسمه سولا ميرا، ولازم يروحوا هناك تاني. لكن بيعرف هيكس ان مصاصين الدماء بيتحركوا بسرعة جدا، ولازم يضرب نار بطريقة اسرع منهم. وبعدها بنروح لقائد مصاصين الدماء اللي قاعد مع الدجال، وبيحكي له عن القصة اللي شافه مع ضابط الشرطة في المدينة، وبيطلب مكافئته منه. وفعلا بيقوم بيعضه وبيحوله المتحول. وبنرجع للقس وهيكس اللي قاعدين بيستريحوا في الطريق، والقس بيسأل هيكس لو كان بيحب لوسي بجد، وبعدها بيقوله ان هو لو لقى لوسي اتعضت واتحولت هيخلص عليها. لكن هيكس قال له هو مش هيسمح له بده ابدا، وهيحميها منه. وبعدها بيوصلوا لسولا ميرا، وبنلاقيه جبل عملاق مليان انفاق. ولما بيدخلوا بيفتكر القصة اللي حصل لصاحبه زمان، وبيطلب من هيكس ما يدخلش ويفضل واقف عند المدخل. ولما بيدخل القس بيتفاجئ ان في واحدة من الكهنة زمايله اللي خرجت من المدينة عشان يدوروا عليه موجودة في نفس الكهف. وهنا بتقوله على قرار المجلس اللي امرهم يدوروا عليه، وباقي الكهنة راحوا مدينة اسمها جيريكو. وفجأة بيسمعوا صوت ضرب نار، وبيعرف القس ان هيكس في خطر، وعلى طول بيروح له بسرعة. وبيكتشف ان حارس المكان هو اللي بيهجم عليه، وحارس المكان مصاص دماء لكن ضخم جدا، وهيكس لسه عايش عشان الحارس ده ما يقدرش ان هو يطلع بسبب كبر حجمه. فبيبتدوا ان هما يواجهوا الحارس، وبعد مواجهة قوية جدا بيقدر هيكس انه يضرب عليه نار وبيقتله. وبعدها الكاهنة بتقوله انها جت عشان تحذره من اللي بيحصل مش عشان ترجعه. وبيكتشفوا ان كان في هنا اعداد كبيرة من مصاصين الدماء عن طريق اثار رجليهم. عرف انهم في طريقهم لمدينة جيركو. وفي نفس الوقت بيوصل قائد مصاصين الدماء ومجموعته لمدينة جيركو، بيقتلوا كل الناس اللي فيها. وبيوصل 3 من الكهنة اللي كانوا خارجين يدوروا على القائد بتاعهم. بيحاول واحد منهم يهجم على اتش، لكن بيقتله بضربة واحدة، وعرض على باقي الكهنة انهم ينضموا ليه. وتاني يوم بيوصل هيكس والكهنة اللي معاه مدينة جيركو، بيلاقوا كل الناس اللي فيها بقت ميتة، وبيشوفوا جثث الكهنة زمايلهم متعلقة على باب المدينة. وبيستغربوا عشان مفيش مصاص دماء يقدر يقتل 3 من أمهر مقاتلي الكنيسة بالسهولة دي. وبيعرف من الآثار إن كل مصاصين الدماء راكبين قطر ورايحين للمدينة اللي البشر عايشين فيها. وبيعرف الكاهن إن دي خطة محكمة من مصاصين الدماء عشان يخرجوه من المدينة. وباقي الكهنة كمان خرجت عشان تدور عليه. المدينة بقت من غير حماية، وكمان مفيش شمس موجودة جواها. وبنروح لإتش اللي قاعد مع لوسي، وبتشوف علامة الكهنة عليه، وبيقولها ان هو صاحب عمها اللي ما قدرش ينقذه زمان، لكن هو اتحول من مصاصين الدماء وشاف قد ايه ارواحهم نقية جدا، وقرر يحول كل البشر لمصاصين دماء بمساعدتها هي وعمها. وبنرجع للكاهن اللي بيجمع كل الجثث وبيحرقها. بتروح له الكاهنة وبتعترف له بحبها، لكن الكاهن بيعتذر لها عشان هو لسه بيحب شانون حتى بعد وفاتها. وبعدها بيتحركوا بسرعة جدا ناحية القطر، وقبل ما يهجموا عليه بيرفع هيكس السلاح على الكاهن، وبيحذره ان هو يقرب من لوسي عشان تعترف له الكاهنة ان لوسي اصلا بنته. وبسبب الحرب هو خلى اخوه اوين يتجوز شانون عشان يربي لوسي،
ووعده كان ان هو هينقذ لوسي مهما حصل. وبعدها بيدخل هيكس القطر، وبتتحرك الكاهنة اللي قدام القطر عشان تزرع القنابل عشان تدمره، وبيتحرك وراها شوية متحولين بالموتوسيكلات بتاعتهم. والكاهن بيطلع فوق القطر وبيلاقي اتش صاحبه واقف فوق القطر مستنيه، وبيعرض عليه ينضم له ويشرب دم الملكة ويتحول زيه ويملكوا العالم كله مع بعض. لكن طبعا الكاهن بيرفض، وبيبتدوا يتواجهوا. في نفس اللحظة بتوصل الكاهنة لقدام القطر بمسافة كبيرة جدا تقدر تزرع القنابل على السكة، لكن بيوصل المتحولين عشان يقتلوها، وبتقدر تخلص عليهم كلهم، لكن بوظوا فتيل القنابل وما بقتش عارفة تعمل ايه. في نفس الوقت بيضرب اتش الكائن وبيوقعه بره القطر، وجوه القطر هيكس بيشوف متحول واخد لوسي وبيجري بيها، وبيطلع الكائن من تحت القطر في المكان اللي فيه هيكس، وبيروحوا الاتنين سوا ورا المتحول. وقبل ما يوصلوا لها بينزل اتش وبيرمي هيكس بره القطر، وبياخد لوسي وبيعرفها ان الكاهن يبقى باباها، وبيضربها بتفقد الوعي، وبيطعن الكاهن بسكينة وبيثبته في القطر، وبيولع في العربية كلها، وبياخد لوسي ويمشي ويطلع فوق القطر. بيحاول ان هو يعض لوسي ويحولها، لكن قبل ما يعضها بيوصل الكاهن في اخر لحظة وبيطعنه وبيمسك لوسي قبل ما تقع على الارض. في نفس الوقت بتكون الكاهنة جاية ناحية القطر بالموتوسيكل بأقصى سرعة ومركبة فيه القنابل وناوية انها تفجره، وفعلا بتعمل كده وبيحصل انفجار كبير جدا بيموت فيه اتش. وبيكون هيكس شايف الانفجار من بعيد، وبياخد الموتوسيكل وبيروح يلاقي كائن ولوسي لسه عايشين، وبيفرح جدا وبيحضن لوسي. وبعدها الكائن بيتأكد ان اتش مات لما بيلاقي الطاقية بتاعته، وبياخد راس واحد من مصاصين الدماء وبيروح على المدينة يقابل المجلس الأعلى، وبيقول لهم لو عايزين يشوفوا مصاصين دماء أكتر هيلاقوها بره المدينة عند القطر المحروق. لكن قائد المجلس بيكدبوا كالعادة، لكن الكاهن قال لهم ان الملكة ما كانتش موجودة جوه القطر، وده معناه ان الحرب لسه موجودة. ودي تبقى نهاية حكايتنا، وسلام.